مفاجآت في سعر الدولار، تحركات يومية. الدولار هيوصل لكام؟ وإيه المتوقع في نهاية 2025؟ لو عاوز تعرف الحكاية كاملة كمل معايا لنهاية الفيديو. خلال الشهور اللي فاتت سعر الدولار بقى من أكتر الملفات اللي شاغلة الشارع المصري، وخصوصا بعد موجات الارتفاع اللي حصلت من بداية السنة، وبعد ما وصل لمستويات قياسية في إبريل اللي فات قرب 52 جنيه قبل ما يرجع ينزل تاني ويستقر حوالين 47 جنيه ونص في البنوك. الناس بقت تسأل هل الدولار طالع تاني؟ هل ممكن ينزل؟ والسعر العادل المفروض يكون كام؟ الوضع دلوقتي عامل ازاي؟ المشهد الحالي بيقول ان السوق هادي نسبيا والبنوك بتعلن اسعار مستقرة، لكن ده مش معناه ان الصورة واضحة 100%. الاقتصاد المصري داخل على فترة حساسة، خصوصا مع استمرار احتياجات الدولة للدولار في الاستيراد وسداد الالتزامات الدولارية إلى جانب تغيرات الاقتصاد العالمي. طبعا اللي حصل إن الجنيه المصري تعرض لضغط كبير السنة دي بسبب نقص التدفقات الدولارية لفترة كبيرة، وخروج جزء من الأموال الساخنة، وارتفاع تكلفة الاستيراد. وفي نفس الوقت البنك المركزي شغال بسياسة واضحة جدا اللي هي تخفيف التقلبات من غير ما يعمل تعويم جديد أو صدمات كبيرة. طب إيه العوامل اللي هتحرك سعر الدولار الفترة الجاية؟ في عوامل كتير هتلعب دور مهم جدا ومن دلوقتي لحد نهاية 2025. أولاً التدفقات الدولارية اللي جاية من السياحة، تحويلات العاملين والصادرات، يعني أي تحسن في الملفات دي بيقوي الجنيه، ولو حصل العكس الضغط بيرجع من جديد. ثانياً أسعار الفايدة في مصر وأمريكا، بحيث لو الفيدرالي الأمريكي خفض الفايدة ده بيقلل جاذبية الدولار عالمياً وبيريح السوق عندنا شوية. لو البنك المركزي رفع الفايدة ده ممكن يجذب استثمارات قصيرة الأجل ويحسن وضع السيولة. طبعا رقم 3 والأهم الاحتياطي الأجنبي، كل ما الاحتياطي الأجنبي بيزيد السوق بيهدى، ولو قل أو استقر عند مستويات منخفضة التوقعات بتبقى أكثر تشاؤما. رقم 4 الأسواق العالمية، أي هزة عالمية زي توترات سياسية أو انخفاض في التجارة الدولية بتخلي المستثمرين يرجعوا للدولار، وده بيعلي سعره قدام الجنيه أو أي عملة تانية. طيب ايه المتوقع لحد نهاية 2025؟ التوقعات الحالية بتقول اننا قدام اكتر من سيناريو. السيناريو الاول واللي هو الوضع المستقر، خليني اقول لك ان لو مفيش صدمات والتدفقات الدولارية فضلت ماشية بشكل مقبول، الدولار غالبا هيفضل في نطاق 46.5 جنيه لحد 49 جنيه، وده السيناريو الاكثر واقعية لو السوق مشي بنفس الوتيرة الحالية. السيناريو الثاني في حالة ان يكون في ضغط وارتفاع، ده لو حصل خروج للأموال الساخنة أو زاد الطلب على الدولار بشكل مفاجئ أو حصل تراجع في السياحة، ساعتها ممكن نشوف مستويات من 50 ل 52 جنيه الفترة الجاية وبسهولة جدا. الخلاصة الدولار هيفضل ملف حساس جدا